안녕하세요. أهلا وسهلا بكم في بودكاست ذا كي توك مع سمية. لو الكي دراما بالنسبة لكم مش مجرد مسلسلات بل عالم كامل بتعيشوا فيه وبتستمتعوا بتفاصيله، فانتوا في المكان الصح. ذا كي توك هو البودكاست اللي هشارككم فيه شغفي للكي دراما. هنتكلم عن المسلسلات القديمة والجديدة، الشخصيات والأحداث، وهنتعمق في تفاصيل التفاصيل. استعدوا الحلقات مليانة نقاشات وتحليلات عن كل اللي بيخلي الكي دراما مميزة. هاتوا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ حلقتنا. اهلا وسهلا بكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اسبوع جديد وحلقه جديده من ذا كي توك معايا انا سميه. اهلا. اخيرا يا جماعه وصلنا للحلقه 10. عايزه احتفل بجد، يعني مش مصدقه ان انا بسجل الحلقه 10 اسابيع من اول ما بدات البودكاست. مبسوطة جدا وفخورة بنفسي الصراحة وبالديسبلين اللي أنا ألزمت نفسي بيه. صحيح إنه كان في دروب، يعني في أسبوع وقع مني، ولكن يعني خلال 10 أسابيع دولت يعني كان في ups and downs كتير. يعني أوقات كتير كنت محبطة وما كنتش عايزة أكمل، وأوقات تانية كان بيرجع لي الشغف إن أنا أتكلم عن الكدراما أو عن الحاجة اللي أنا بحبها وبتحطني في مود حلو. فكانت رحلة لطيفة، ناوية أكمل إن شاء الله، بس ممكن أخد بريك أسبوعين أو حاجة زي كده، مش عارفة الحقيقة. ممكن يعني أرجع على طول الأسبوع اللي بعد اللي جاي أنزل حلقة على حسب الدنيا فيها إيه أو شفت إيه أو متحمسة أتكلم عن إيه. حبيت أبدأ الحلقة دي بالاحتفال الصغنن ده، إنه أنا سجلت 10 حلقات رغم إن محدش بيسمع. يعني بالرجوع للأناليسيز على اليوتيوب أو على سبوتيفاي أو على المشاهدات وساعات ما فيش حد بيسمع يا جماعة. بس تمام، أنا عادي، الموضوع مش هو ده الهدف. أنا بعمل حاجة بحبها، يمكن في يوم ما تتسمع يعني أو حد يسمع عنها أو يحبها، وهو ده أصلا أنا بعمل ده عشان ألاقي ناس شبهي، أو يعني في يوم من الأيام ألاقي حد يسمع الكلام ده ويتفاعل معايا أو نتكلم مع بعض. anyway، تعالوا نخش في موضوع النهاردة وحلقة النهاردة. وأنا يا جماعة في قمة حماسي بجد. لسه شايفة مسلسل حلو قوي وقصير، هو معتبر مسلسل قصير 8 حلقات بس، وشفته في يومين أو في يوم وربع. يعني شفت في يوم واحد 7 حلقات وهو أصلا 8 حلقات. فللدرجة دي المسلسل ده يعني مسمرني حرفيا قدامه، إنه أنا أتفرج على 7 حلقات في يوم واحد، ده ما حصلتش قبل كده. يعني أقصى حاجة وصلت لها مثلا 4-5 حلقات، إنما 7 دي جديدة عليا. مسلسل النهاردة هو بلاد هاوندز، أو بالعربي صيد خارج الحلبة. مسلسل أكشن دراما تشويق حماس جدا، مسلسل حماسي جدا. يعني أنا ما توقعتش صراحة. أنا مش دايما بسمع أكشن، يعني ببعد عن الأكشن عشان أنا مش بستحمل العنف والحاجات دي، ولكن ما قدرتش صراحة أقاوم بعد أول حلقة بجد سحلتني. خلتني مش قاعدة مش على بعضي، عايزة أشوف الباقي، عايزة أكمل الحدوتة. بجد مسلسل رائع. صحيح فيه ثغرات وفيه حاجات لسه هتكلم فيها في الحرق، ولكن كتجربة إجمالا مش قادرة أتخطاها. يعني جميلة جدا، مؤثرة جدا وحماسية جدا. تعالوا دلوقتي بقى أكلمكم عن الحدوتة بتتكلم عن إيه، طبعا بدون حرق عشان اللي ما شافوش المسلسل يقدروا يبسطوا بيه ويستمتعوا بيه. وده مسلسل ما ينفعش يتحرق عليكم يا جماعة. أنا لو مكانكم ما شوفش حتى التريلر، أدخل على طول على المسلسل وأستمتع بكل دقيقة. مميز جدا في المفاجآت، يعني ما تبقوش متوقعين انتوا المسلسل رايح في أي اتجاه. ده أحسن من أنه تبقوا عارفين هو رايح في أنهي اتجاه يعني. طيب، صيد خارج الحلبة أو بلاد هاوندز بيتكلم عن 2 شابين ملاكمين، وهم جونو ووجين. جونو بيقوم بدوره الممثل وو دو هوان، ووجين بيقوم بدوره الممثل لي سانجي. الاتنين دول بيتحدوا مع بعض عشان يحاربوا عصابة مرابين أو مقرضين أموال. والعصابة دي شريرة جدا، بتستغل الناس الفقراء وبتستغل الأزمة اللي البلد بتمر بيها بسبب كوفيد أو جائحة كورونا. بيقرضوهم فلوس وبيعملوهم ثغرة في العقد بحيث ان هم يستردوا القروض دي بفوائد عالية جدا.
فبيضطروا يتعاملوا مع العصابة دي لما بيضحكوا على جونو وبيمضوها على عقد مشابه للعقود دي، وفي ثغرة وبيورطها في دين كبير جدا. على الجانب الآخر بيقابلوا مقرض برضو أموال أو مرابي، ولكن مرابي بقى طيب أو بيساعد الناس ومش بياخد منهم فايدة، يعني بيسلفهم فلوس وما بياخدش منهم فايدة. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هيعملوا ايه مع العصابة دي؟ هيعملوا ايه كمان مع المرابي الطيب ده اللي هو مستر تشوي؟ ده اللي هنشوفه لما نتفرج على المسلسل. والأحداث بتنطلق بسرعة جدا وسريعة جدا، ودي أحلى حاجة في المسلسل. 8 حلقات سريعة جدا، مفيش ملل مفيش بطء، كل دقيقة في المسلسل بيحصل حاجة جديدة. بجد ده اللي خلاني قاعدة مركزة قوي، واخد كل انتباهي واخد كل تركيزي. كمان الأكشن في المسلسل ده حلو جدا يا جماعة، مميز جدا. كعادة الكوريين بصراحة هم مميزين قوي في الجزء بتاع الأكشن ده، أنا اللي ماليش يعني تقل عليه الصراحة، وقلبي كده رهيف خفيف، بتضايق وبزعل يعني من الدم او العنف بشكل عام، ما بقدرش اتفرج. ولكن هم الكوريين شاطرين جدا 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 في الحاجات الاكشن، وما بيخافوش من الدم، يعني عادي بيدبحوا الدنيا وبيطرطشوا دم في كل حتة على المشاهد حرفيا، ما بيهمهمش. يعني حبيت اوضح الحتة دي عشان يعني مش سبويلر اليرت، ولكن خلي بالكم يعني عشان ما تتخضوش. انا اتخضيت الصراحة، انا اتخضيت ويعني جالي بانيك من اول حلقة، فحبيت اقول لكم عشان لو حد زي كده يبقى عامل حسابه. حاجة كمان عايزة اقولها، انه اللي خلاني اتفرج اصلا على المسلسل ده دلوقتي، هو اصلا نازل من 23، صراحة ما كنتش مهتمة قوي اشوفه، ولكن لما لقيت انه هينزل الجزء التاني في 25، يعني كمان اخر السنة دي، كمان كام شهر يمكن، حبيت اشوف الجزء الاول لان انا بحب الاتنين دول، ودو هوان، وبحب لي سانجي. يعني اخر فترة شفت لهم كذا حاجة، فكنت حابة اشوفهم مع بعض يعملوا ايه. كمان في علاقة برومانس رهيبة 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 بين الاتنين دول، فكنت حابة قوي قوي اشوف العلاقة دي رايحة ازاي ولا يعملوها ازاي. بصراحة ما ندمتش ابدا ابدا ابدا، حتى لو انا مش بحب الاكشن، ولكن استمتعت جدا جدا بالمسلسل ده، بكل دقيقة وكل حلقة كانت احلى من اللي قبلها. من الكيمياء اللي بين الاتنين دول، كيمياء رهيبة رهيبة. شفت لهم فيديوز على اليوتيوب، نتفليكس كانت عاملة سلسلة فيديوهات كده ليهم الاتنين مع بعض، جمال جدا، علاقتهم حلوة قوي سواء في التمثيل او في الحقيقة. شوفوا الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب، حلوة قوي بجد. انا شفت 3 فاني جدا. ولي سانجي يا جماعة، هذا الرجل يستمر في ابهاري يوم عن التاني بجد، يعني فظيع بجد، موهوب جدا ودمه خفيف جدا. انا يعني ده بقى ماي نيو كراش دلوقتي، فاجئني جدا في المسلسل ده. كمان ده كان اول حاجة يعملها اكشن، اتبسطت جدا اني شفته في دور زي كده، خصوصا يعني مين كان يتوقع انه لي سانجي عنده هذا الكم من العضلات معلش. فشفته في اخر حاجة ليه كان في جود بوي، كان باين عليه ان هو قوي جسديا، ولكن العضلات دي ما كانتش باينة يعني في جود بوي. قبل جود بوي شفته في كذا حاجة، مين كان يصدق انه هو عنده العضلات دي كلها. الحقيقة ان هو عمل شغل جامد عشان يستعد للمسلسل ده، يعني الفورمة دي ما جاتش كده ببساطة، اعتقد قعدوا اكتر من شهر يعملوا الفورمة دي، فمجهود خرافي الصراحة من لي سانجي او وودو هوان متعود كده كده على الاكشن، فالموضوع مش جديد عليه. وكان واضح بصراحة يعني كلياقة جسدية في المسلسل، كان واضح ان هو اقوى بكتير من لي سانجي، ولكن لي سانجي ابهرني وباين مجهوده وشغله على الدور ده بصراحة، يعني يحترم ونرفع له قبعة بصراحة. ده يعني ملخص احساسي من المسلسل. مش هقدر اقول اكتر من كده عشان هيبقى يكون في حرق، فلو لسه ما شفتوش المسلسل وقفوا الحلقة هنا، ارجعوا لها بعد ما تتفرجوا عشان ما يتحرقش عليكم حاجة. لو انتم مش فارق معاكم الحرق والموضوع بالنسبة لكم يعني مش بيقلل من متعة الفرجة، ولكن انا بقول لكم تفاجئوا احسن، يعني خشوا المسلسل وانتم ما تعرفوش حاجة احسن، عشان عنصر المفاجأة مهم جدا جدا في استمتاعكم بالاكشن. فوقفوا الحلقة هنا، ارجعوا لها لما تشوفوا المسلسل، ويلا بينا على الحرق.
طيب يا جماعة، انتوا مش بتهيألكم ده مش النت، انا فعلا بسجل في وقت تاني وفي يوم تاني لانه فجأة فقدت الشغف. نبذة بس عن المود سوينج بتاعي، يعني حاجة متعبة جدا والله العظيم يعني. بس مش هنستسلم، انا عادي في كامل لياقتي البدنية والصوتية. ويلا نكمل كلامنا عن المسلسل. الجزء ده كنت هتكلم عن الأحداث بحرية حرق أكتر، والحقيقة إن أنا حابة الحلقة دي أغير شوية في الفورمات عن الحلقات اللي فاتت. يعني مش عايزة أحكي الأحداث تاني، لأن اوريدي اللي شاف المسلسل عارف الأحداث، فعايزة أعلق على الأحداث أو أتكلم عن الحاجات اللي عجبتني، الحاجات اللي شدتني، الحاجات اللي ضايقتني، تحليلاتي ويعني رأيي في الحلقات. يعني ممكن ناخد حلقة حلقة نتكلم فيها عن الأحداث من وجهة نظري أو من يعني قد إيه أثرت عليا وهكذا. خليني أتكلم بقى عن الحلقة الأولى، أو خليني أبدأ من الحلقة الأولى. الحلقة الأولى يا جماعة كانت ناجحة بامتياز، يعني حلقة افتتاحية رائعة بكل المقاييس، يعني شدتني، قعدتني قدام المسلسل، خلتني مصدومة مبلمة مبسوطة وزعلانة في نفس الوقت. يعني استشعرت مجموعة كبيرة جدا من المشاعر. الحلقة بتبتدي بحاجة حلوة، بحماس، بعلاقة صداقة لطيفة، بضحك، بهزار، وبعدين بتنتهي نهاية دموية مخيفة مرعبة عنيفة ما توقعتهاش. يعني المشهد لما ميونجل بيشق وش جونو حرفيا، يعني بيعمل فتحة في وشه 30 غرزة يا جماعة، مش حاجة هينة والله. بجد المنظر بالنسبة لي كان صادم ومرعب. انا يعني قعدت مش عارفة اخد نفسي، مش قادرة استوعب اللي بيحصل. ايه ده؟ ليه كده؟ ليه العنف ده كله؟ بس حطني بقى على التراك بتاع المسلسل. يعني العنف اللي جه بعد كده ما أثرش عليا زي ما ده أثر عليا، لأنه ده كان مفاجئ جدا. أنا كنتش شايفة الكلام ده، يعني ما كنتش حاسة إنه جاي، فاهمين قصدي؟ فاتصدمت بجد لما عمل كده. لما كمان ظهور اللي هو الشخص الضخم ده اللي هو بيوم، الوحيد اللي معرفش جونو يضربه او يوقعه على الارض، فخضني جدا. الشخصيه دي يا جماعه مرعبه قوي، يعني معرفش عنده خلل دماغي او عنده ازمه ما، يعني حاجه زي اختلال عقلي او حاجه. مرعب بجد، وما بيتأثرش، هو حرفيا صخرة تتحركش من مكانها. فكان ظهوره في أول حلقة في آخر الحلقة الأولى كان مخيف، حقيقي كان مخيف. كمان في أول حلقة عجبني جدا المشهد اللي كان فيه أول لقاء بين جونو ووجين، وهو مشهد في حلبة المصارعة. المشهد ده كان جميل جدا، باين لنا بقى قدرات الاتنين والفرق بينهم. كمان المشهد اللي جه بعد كده لما راحوا ياكلوا في المطعم، شفنا بقى الحاجات المشتركة اللي بينهم، ان هما الاتنين بيلعبوا مصارعة، ان هما الاتنين كانوا في الجيش، كانوا في البحرية او في نفس يعني السلاح، او حتى كان جونو في سلاح اعلى من ووجين. وبنشوف بقى علاقة انه ده بيحترم ده عشان ده أكبر منه وهكذا. فالعلاقة بينهم في الأول، طرحها من أول حلقة كان جميل صراحة، وكان ساحر، وكنت خلاص يعني اتشديت بقى عايزة أشوف الاتنين دول مع بعض هيعملوا إيه وعلاقتهم هتمشي إزاي. حبيت جدا الصراحة. بنروح لتاني حلقة، خلاص بقى التعقيد جه واصل قدامنا دلوقتي، إنه أم جونو عندها دين عايزين نحله، عايزين نشوف الإشكالية دي نحلها إزاي. كمان احنا قدام عصابة عنيفة جدا، ففي بقى alert كده ان احنا نخاف من الناس دي. فتاني حلقة بنشوف جونو ووجين بيحاولوا يلاقوا حلول عشان يتخلصوا من الدين اللي على ام جونو، لحد ما بيوصلوا لمستر تشوي عن طريق جندي برضو في البحرية بس متقاعد او لواء متقاعد. ولما بيوصلوا له بنشوف بقى الديل اللي بيعملوه معاه، لما بيقول لهم عايزكم تشتغلوا عندي او تكونوا حراس شخصيين لحفيدتي اللي هي هيونجو، تقوم بدورها كيم سايرون. ومن هنا بنشوف بقى الثلاثي دول مع بعض يا جماعة. لما بيروحوا يقابلوها من أول دقيقة أوكي، بحس إنه انتوا التلاتة هتعملوا حاجة مع بعض. عاجبني أنا المثلث ده. ولما بتقابلهم وبتقتنع إنها تشغله، يعني بيقنعوها بنفسهم، تبدأ في حتة تانية بقى. خلاص احنا سدينا الدين. كان في مشهد حلو قوي برضو في سد الدين ده، لما جونو اخد الفلوس وقعد يعيط على الباب. بجد كان مشهد حلو قوي، باين لي بعد تاني من شخصية جونو، ان هو شخص بيتأثر وشخص يعني عاطفي، وعنده الحتة دي اللي هي هو ممتن بس مش عارف يقول، مش عارف يعبر عن امتنانه.
يعني هنشوفها تاني في المسلسل قدام، ولكن خلينا دلوقتي في الحتة اللي أنا بتكلم فيها بتاعت الثلاثي بقى اللي هما جونو وجين هيجون. بيبدأوا حتة تانية بقى خالص، هي مش محتاجة أصلا يعني حارس شخصي، فبتستغل وجودهم في إنه هما يساعدوها في التحقيق اللي هي بتعمله أو تتبع اللي هي بتعمله، اللي هي عصابة سمايل كابيتال اللي بدأ بقى من تحت خالص، من إن هما من الناس اللي بيلموا البطايق بتاعت الهوملس وياخدوا بيها قروض بدون وجه حق وما يسدوهاش. هي عايزة تكشف مين دول بيعملوا ايه، فبتستعين بالبطلين بتوعنا وبيبدأوا يتبعوا مجموعة الأشخاص دول في محطة المترو. بيحصل هنا بقى أول كلاش بين جونو والعصابة تاني بعد أزمة مامته، لما العصابة بتكون بتضرب واحد يعني غلبان وبيتدخل عشان يدافع عنه. برضو بيبان هنا جانب إنساني من شخصية جونو، إن هو القوة اللي عنده عايز يدافع عن الضعفاء، ما يهونش عليه إنه يشوف حد بيتأذي ويسيبه يتأذي. برضو حتة حلوة جدا في شخصيته الصراحة، وبتبين يعني معدنه الجميل او شخصيته الحلوة، مش مستعد يبقى انسان بشع، فاهمين؟ لسه جواه الحتة الحلوة دي، لسه ما بقاش بلاد هاوندز او كلب صيد يعني بالمعنى الحرفي. ده اول حلقتين تقريبا، التعقيد في اول حلقة بتاع الدين، تاني حلقة تتبع المجرمين، تالت حلقة بنشوف انه المجرمين عرفوا ان في حد بيشوفهم بيراقبهم، فبيبدأوا هما كمان يدوروا مين دول اللي بيراقبونا، مين دول اللي بيفتشوا ورانا، وبيكتشفوا المكان اللي هو المكتبة اللي فيها الفلوس بتاعت مستر تشوي. ودي كانت غلطة من الثلاثي بتاعنا وقعوا فيها، لما الكاب اللي كان لابسه جونو هو نفسه اللي كانت لابسه يونجو لما كانت بتجري ورا واحد منهم. بيضطروا هنا الشباب بتوعنا بيضطروا يعرفوا مستر تشوي باللي حاصل معاهم. بنشوف هنا الفلاش باك الماضي بين مستر تشوي وميونجل. الحتة دي صدمتني جدا، انا كنت حاسة ان في علاقة بينهم ولكن ما كنتش توقعها ان ده بالوحشية دي الصراحة. الفلاش باك اللي هنا عرفنا بقى قصة حكاية الراجل ده، حكاية ميونجل ده وجه ازاي وظهر ازاي. طبعا هو كان يعني شغال عند مستر تشوي وعارف كل أساليبه وعارف كل طرقه، ومستر تشوي كمان يعني كان يعتبر يعني المعلم بتاعه. واللي حصل انه انقلب عليه ويحاول يسرقه لما مستر تشوي قرر يقفل الشركة. في الفلاش باك كمان بنشوف بيوم وهو بيضرب مستر تشوي وبيسبب له في الإعاقة الفظيعة اللي عنده دي لما بيرميه من البلكونة أو الشباك. مشهد بصراحة كان خطير 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 ومرعب، يعني عارفين قاعدة على أعصابي كده في المشهد ده لما رماه من فوق الشباك. يا لهوي بجد خضيت. وقع كمان، وقع صعب قوي، وقع على عربية زبالة في ظهره، وده اللي سببت له الشلل اللي حصل له. كان منظر مرعب مخيف. حتى انا اعتقد انه بيوم جاله التأخر العقل ده، او يعني جات له المشكلة النفسية دي من اليوم ده، يعني حاجة زي اضطراب ما بعد الصدمة او حاجة معرفش، يعني ما فسروهاش الحقيقة ومش مهتمة قوي اعرف، بس يعني من اليوم ده بيوم مرجعش طبيعي او هو بقى شكله كده. فالفلاش باك ده كان حلو قوي في الحلقة الثالثة وبين حاجات كتير. اخر الحلقة الثالثة بقى كان مهم قوي يا جماعة، عشان كان في مواجهة هتحصل لما تتبعوا برضو العيال دي تاني اللي هم بيروحوا ياخدوا البطايق، ولكن هم كانوا بقى المرة دي عارفين ان في حد بيراقبهم، فكانوا عاملين لهم فخ في محطة المترو. جونو ووجي نزلوا المحطة وتفاجئوا بكمية ناس كتير جدا جايين خلاص يخلصوا عليهم. في الوقت ده العصابة ما كانتش تعرف لسه انه من ضمن الناس اللي بتدور وراهم، فلما بيشوفوا انه موجود بيروحوا يعملوا ايه؟ بيخطفوا مامته. مشهد خطف مامته بجد كان عبثي شوية الصراحة، انه التلات عيال الهبل دول راحوا يخطفوها ومعرفوش يخطفوها. ليه بقى؟ ظهر في الحلقة الرابعة دي، احنا كده دخلنا في الحلقة الرابعة، ظهر في الحلقة الرابعة شخصيتين مهمين جدا. هيونجو اتصلت بمستر تشوي اللي هو جدها تطلب منه المساعدة، لأنه هي العيال خلاص يعني في خطر، هيتنيلوا هيروحوا، وهي ما كانتش عارفة قد ايه هم أقوياء، قد ايه هم ممكن يتغلبوا على كل الناس دي. الحقيقة المشهد كمان الأكشن بتاعهم
في محطة المترو كان حلو جدا، في ظهر بعض كده، والتصميم المشهد كله كأكشن كان حلو قوي. وصحيح اتبهدلوا يعني، ما اتضربوش ضرب عادي، بس طلعوا منها يعني، عرفوا يتغلبوا عليهم. برضو العصابة ما كانتش عارفة ان العيال دي هي اللي اتخانقوا معاهم، يعني لو كانوا عارفين كانوا جابوا لهم بيوم الصراحة. فلما بيخطفوا مامته بيظهر بقى زي ما قلت لكم الشخصيتين مهمين جدا، واللي هم بيستعين بيهم مستر تشوي يساعدوهم او يلحقوهم. اول شخصيه اللي هو الراجل اللي هو بيقطع السوشي ده، او اللي عنده محل سوشي، كان اسمه يانج جانج. والشخصيه التانية اللي بيركب موتوسيكلات وبيقتل الناس من على الموتوسيكلات ده اللي هو دو يونج. فبنشوف يانج جانج بيلحق مامته، بينقذها فعلا من العيال دي، وبيضربهم ضرب مميت حرفيا. المشهد بتاعه برضو كان حلو قوي، تعريفه لينا او دخوله في المسلسل كان قوي، كان فظيع. بقيت عايزة اعرف مين الشخص ده، مين ده، بيعمل ايه حكايته. تاني شخصية اللي هي دو يونج، الحقيقة ان هو راح لجون ووجين، ولكن لقاهم خلصوا خلاص الخناقة وضربوهم كلهم ومشيوا. فأعجب أكتر بيهم وحس لأ العيال دي شاطرين قوي وبتاع. كلهم بقى اتجمعوا عند مستر تشوي، وطبعا هزقهم جامد. كان اللي هو انا مش عايزكم يا جماعه تروحوا للسكه دي، انا مش عايزكم تعملوا ده. بعد كده بيبقوا عايزين ينقلوا الفلوس بقى، الفلوس اللي هي في المكتبه دي عايزين ينقلوها، لان العصابه كابيتال سمايل عرفت مكانها، فلازم يغيروا مكانها بقى، يعني مش هيسيبوها لحد ما يروحوا يسرقوها. فبيقترح يانج جانج اللي هو صاحب مطعم السوشي ده انه الشباب دي تروح تنقل الفلوس، وهم يعني يقدر يعتمد عليهم مستر شوي، هم يقدروا يدافعوا عن نفسهم يعني، لما شافوهم عملوا ايه في محطة المترو. المشكلة يا جماعة بقى المشهد ده، مشهد نقل الفلوس ده كان خطير. تقريبا الحلقة الرابعة خلصت عليه، او كان هو في اخر الحلقة الرابعة. نقلوا الفلوس بصعوبة جدا بصراحة، يعني كان مشهد خطير خطير خطير. وهما بينقلوا الفلوس جه مساعد ميونجل ومعاه بيوم بوم الشخص الجثة ده اللي ما فيش اي حاجة بتأثر فيه. بنشوف ان هما بيفترقوا، يعني البنت كانت في المكتبة، وجونو ووجين نزلوا المخزن يجيبوا عربيات ينقلوا عليها الفلوس، وبيروح لهم بيوم. واول ما بيشوفوا جونو بيقول لصاحبه اللي هو ووجين ابعد عنه، ما تخلوش يلمسك، ده اللي حكيت لك عنه، ده اللي ما قدرتش اوقعه، ما تخلوش يضربك، خليك سريع وبتاع. انا عجبني جدا انه خايف عليه، خايف يتأذي. يحاول هو يتصدى ليه في الاول لكن ما عرفش. ولكن انا عجبني بقى الفايت ده في الاخر. ليه؟ لانه قدروا يتغلبوا عليه بذكاء، يعني هو عارف ازاي يوقعه لما يضربه في ودنه ويخلي التوازن بتاعه يختل، لان عضليا وجسديا يعني الشخص ده بيوم ده قوي جدا، يعني هو حرفيا صخرة. فهو لو لعبه بس بالملاكمة مش هيكسب ابدا. فبنشوف لما ضربه في ودنه وخلاه فعلا يقع من طوله واغمى عليه، وفي اللحظة دي قدروا ان هو يكتفوه او يتخلصوا منه يعني. في نفس الوقت ده كان في عندنا فايت تاني بين هيونجو والشخص ده اللي هو جانج دو، اللي هو كان بيشغل في الشرطة، دراع برضو من أذرع ميونجل، وبيتفاجئ بقوتها جدا. صراحة أنا كمان اتفاجئت، الفايت بتاعها كان خطير، واتفاجئت ان هي سريعة وقوية، يعني مش قوية عضليا ولكن سريعة جدا. فسرعتها دي كانت بوينت بالنسبة لها قدام يعني شخص قوي. هو برضو بصراحة ما كانش متوقع ان هي تكون كده، ان هي تكون يعني ذكية كده. فبتتغلب عليه وبتوقعه وبتربطه فعلا في عمود كده، ولكن بيعرف يهرب بسهولة لانها بتبقى ربطاه يعني بطريقة عبيطة المهم فالمشهد ده عجبني جدا الصراحة. مشهد الفايت سواء اللي كان مع بيوم او اللي كان مع البنت دي هيونجو، كيم سايرون عملت شغل حلو قوي الصراحة، وعجبتني جدا في الاكشن. يعني انا مش شفتهاش قبل كده في حاجة يعني بصراحة غير المسلسل ده، ولكن يعني حسيتها قوي لايق عليها الاكشن الصراحة، والدور كان لايق عليها قوي. الحلقة الرابعة مش بتخلص هنا، ولكن بتكمل معانا في مطاردة السيارات دي. لما بيعرفوا يعني بيلحقوا يطلعوا
من المكان بالعربية وبتلحقهم العصابة بالعربيات. يا جماعة أنا عايزة أقول لكم حاجة، كل ده كوم، وأي مطاردة سيارات بتحصل في الأكشن بتوترني. أنا ببقى قاعدة على أعصابي حاسة إن في حاجة، في مجزرة هتحصل. موضوع العربيات ده بيوترني جدا الصراحة، معرفش ليه، مع انه مش خطير قوي او مفهوش عنف خالص يعني، بس في السرعة والحركات المفاجئة بتاعت الفرملة والخبطات والتصادم بتاع العربيات ده بيوترني جدا. مبقاش عارفة هيحصل ايه بعد كده. ما بيخشوا في النفق ده والعربية بتقف منها، اوف، انا يعني ببقى مش عارفة هيعملوا ايه. المطاردة دي اللي بتحصل على رجليهم وهم شايلين الشنط، وشنط تقيلة عشان فيها سبايك. مرعوبة، أنا خايفة، اللي هو يلا بسرعة بسرعة، اجري بسرعة، الحقوا بسرعة. طب جونو ارجع لهم بالعربية. أنا مش عارفة ليه كان واقف، بجد مش عارفة ليه كان واقف، كان مستنيهم ليه يجروا بالسبايك؟ ما أكيد تقيلة، ليه ما حاولش يرجع لهم بالعربية؟ معرفش يا جماعة، المخرج لعب بأعصابي بجد، معرفش ليه عملوا كده. المهم الحلقة بتقف هنا أصلا وبتكمل بعدين، بس الحمد لله بيلحقوا وبيهربوا. طبعا بيسيبوا السبايك يعني، كمان يعني هتجروا ازاي بالشنط التقيلة دي؟ بيسيبوها وبيركبوا العربية على آخر لحظة حرفيا، وبيطيروا بالعربية وبيروحوا طبعا لمستر تشوي، وهم يعني فاقدين جزء كبير من الفلوس. ولكن مستر تشوي طيب جدا يا جماعة، مش فارق معاه اي فلوس، المهم انتوا كويسين، محدش تعور، محدش حصل له حاجة. بيعجبني جدا رد فعله، وبحس ان الانسان ده قد ايه يعني طيب، قد ايه يعني حنون، ومش فارق معاه الفلوس. عارفين انتوا يعني خلاص، يعني انا اهم حاجة عندي الناس دلوقتي، اهم حاجة عندي الناس اللي بحبهم، وتولع الفلوس يعني عادي مش مهم. وده هيبان كمان في مشهد موته، الصراحة مشهد موته كان مؤثر جدا. عايزة اقول لكم دي الحلقة الخامسة. دايما بحس انه لما بيكون في تضحية في اي مسلسل لازم يعلقونا بالابطال، لازم يخلونا نحبهم بزيادة. انا لما بوصل للحتة دي، لما بلاقي الاحداث عمالة تحببني في الابطال وفي مشاعر، في عاطفة، بعرف ان الناس دي هتموت. ببقى حاطة ايدي على قلبي، المخرج ما يعملهاش فيا ويموتهم. للأسف ده اللي بيحصل في الحلقة السادسة. الحلقة السادسة بالمناسبة هي حلقة إبك يعني، هي الكليماكس بتاع المسلسل، أحلى حلقة في المسلسل بجد، صادمة بكل المقاييس، ولكن هي أحلى حلقة في المسلسل حقيقي. طيب أرجع لبقية أحداث الحلقة الخامسة. بالحلقة الخامسة بقى خلاص احنا التشكيل بتاعنا اتكون خلاص. عندنا جونو ووجين وهيونجو ويانج جانج ودو يونج، وطبعا على رأسهم كلهم مستر تشوي. في الحلقة دي خلاص يعني مفيش مفر، مستر تشوي لازم هنواجه ميونجل، لازم نخلص منه، لازم ننهي الموضوع ده يعني، مفيش حل تاني، هو مش هيسيبنا واحنا مش هينفع نسكت له اكتر من كده. بنشوف كمان ندم مستر تشوي ان هو يعني ما سمعش كلام يانج جانج لما كان عايز ينتقم لكل اصحابهم اللي هو قتلهم زمان، وما كانش عايزه يعني يمشي في السكة دي. فالحلقة دي بنشوف بقى الخطة اللي بيرسموها ازاي يخلصوا من أذرع ميونجل، سواء كان بيوم ولا جانج دو ولا جون مين اللي هو راجل ابو نضارة ده. فبيرسموا خطة وبيقسموا نفسهم فريقين، فريق هيروح لجون مين وفريق هيروح لجانج دو. الراجل بتاع الساشيمي اللي هو يانج جانج وجونو ووجين بيروحوا المستشفى وبيخطفوا جانج دو. مشهد اختطافه يا جماعة كان حلو جدا، عارفين انتوا اللي هو smooth like butter يعني مفهوش غلطة. دخلوا خطفوا الراجل، مشيوا، محدش حس بيهم، كل حاجة نضيف يعني، كل حاجة مشيت في التمام. إنما على عكس المشهد أو الجانب الآخر بتاع جانج دو وهيونجو لما راحوا عشان يخلصوا من جون مين، انا هنا في حاجه، في ايرور بقى حصل عندي. ازاي الراجل ده اللي هو بيركب الموتوسيكلات اللي بيقتل الناس من على الموتوسيكل ده جامد جدا، وبضربه واحده بيطير رقبه الشخص، ازاي ما موتوش يعني؟ ازاي الضربه بتاعته ما كانتش قويه كفايه انه يموت؟ الواد ابو نضاره ده اللي هو جون مين ما ماتش يعني؟ ما ماتش ليه بجد يعني؟ هو مش المفروض ان جانج دو ده جامد جدا؟ اعتقد والله اعلم انه ما كانش مركز كفاية، او ما كانش في كامل يعني
لياقته بسبب انه خايف على حد، انه عنده زوجة وكمان حامل، فانه وراه حد يخاف عليه. كان مهزوز، كان نفسيا مهزوز او جواه القلق ده او الخوف على حد بيحبه. وفعلا هو يعني العصابة كانت يعني على وشك انها تمسكه، لولا ان هيونجو اللي هي كيم سايرون بتتدخل وبتساعده ان هم يهربوا. يعني بصراحة يعني دي ثغرة، لانه بعد كده اللي بيحصل انه بيعرفوا مكانهم من تتبع جانج دو بالموتوسيكل، يعني عن طريق كاميرات المراقبة اللي في الشوارع والحاجات دي. بس تمام، يعني خير ان شاء الله، خير يا جماعه، ما تقلقوش. الحلقه التانية موتهم كلهم، الحلقه السادسة هنعمل مذبحه في المسلسل. نص الحلقه التاني بقى لما بيخطفوا جانج دو. هم اصلا ليه بيخطفوه يا جماعه؟ ليه مش بيقتلوه؟ عشان عايزين يعرفوا تفاصيل اكتر عن ميون جيل وايه الخطه اللي عنده عشان يقدروا يعني يتغلبوا عليه. يا فرحتي يا فرحتي يا اخواتي، بنقطوني بجد. الحلقة الخامسة، الحلقة اللي بيحصل بعد كده في الحلقة السادسة بيجيب لي بجد يعني ذبحة. مشهد برضو تعذيب الواد ده لما لسعوه في خده حرفيا كان عنيف بصراحة، كان عنيف وكان مقرف. بس أنا ما تأثرتش يعني، جسوت عادي. أنا بعد اللي حصل في أول حلقة إنه ده تمام يعني عادي، ما أثرش فيا. بعد كده ما بيعرفوا كل الخطة بتاعت ميونجل، بيروحوا بقى ايه، قال يحتفلوا ويشربوا ومعرفش ويهيصوا ويتبسطوا. انتوا عبط. هو انتوا هتعملوا ده كله وميونجل هيقعد ساكت؟ المفروض تبقوا قلقانين، المفروض تبقوا خايفين، المفروض تبقوا مستعدين للي هيحصل بعد كده، المفروض تستخبوا او تعملوا احتياطات اكتر من كده. انما هم كانوا مريحين شوية الصراحة. يعني مشهد لما كانوا بيشربوا وبيضحكوا ويهيصوا كده، انا كنت عارفة ان في حاجة هتحصل. ومش عارفة ليه كانوا لابسين كلهم اسود وكلهم كان شكلهم حلو، اللي هو احنا بنودعهم بقى ولا ايه؟ دي لقطات وداع. بالفعل يا جماعة، يعني تاني حلقة على طول، يعني اول الحلقة الستة مذبحة الراجل بتوع الموتوسيكل ده لما راح لمراته. يعني قال لصاحبه ان هو اتجوز ومراته حامل والكلام ده، فقال له انت ليه ما قلتليش ولازم تروح دلوقتي. لما بيروح بتروح للعصابة وبيقتلوه حرفيا. بيصفوه بجد، بيصفوه هو ومراته والبيبي وكل حاجة. وهنا بقى عندي عتاب على الشرطة الكورية، انتي ما جيتيش ليه؟ الست اتصلت بالشرطة وقالت لهم تعالوا جوزي بيموت، فين البوليس يعني؟ ليه ما جاش؟ بجد يعني اتضايقت قوي بجد لما مات. بس يعني مش هقدر الوم الاشرار الصراحة. يعني انتوا ريحتوا، عملتوا خطوة كويسة، عملتوا يعني حركة استباقية كويسة، وقعدتوا ليه؟ وراجعين حياتكم عادي بقى، اللي مروح بيته واللي رايح المطعم بتاعه والدنيا حلوة. يعني حتى بيت مستر تشوي نفسه مش مصفح، يعني مش مثلا يعني راجل قاعد ومهدد، ما عندوش بودي جارد ولا عنده أمن ولا عنده أي حاجة. بجد عصبوني. مشهد برضو موت اللي هو الراجل صاحب المطعم ده بتاع السوشي، يانج جانج، كان مشهد مؤلم جدا جدا جدا. هو عارف ان هو هيتصفى ورايح عادي، يعني بيقاتل ببسالة. مشهد الفايت بتاعه ده في حاجة برضو إخراجية كانت عظيمة، لما ولع البراد ده بتاع الشاي والبراد فضل يصفر طول الفايت يا جماعة. معرفش يعني صفارة البراد دي كانت عاملة عامل في المشهد كله، كانت يعني شغالة يعني كان لها دور صراحة. مشهد خطير، مشهد مرعب، ولكن كتنفيذ كان حلو قوي. ورانا كمان بعد من ميونجيل قد ايه هو يعني بجد ما عندوش رحمة، ما عندوش قلب. هقتلكوا مراتك حامل عادي، هتموت عادي. اللي هو ايه، انا ما عنديش حل، ما عنديش حلول وسط، ما عنديش حاجة اسمها هسيب حاجة، هسيب احتمال ان حد يعيش. كله هيتصفى، يعني كله هيتصفى. بنشوف ده كمان لما راحوا عند فيلا اللي قاعد فيها مستر تشوي، وحرفيا هما بيبقوا داخلين احنا هنصفي اللي في البيت. وجين بياخد كمية طعنات بجد رهيبة.
يعني مش عارفة، طبعا هو كملاكم بيضرب بإيده بس، يعني ما بيستخدمش أي سكينة ولا سلاح ولا حاجة، مع إن المطبخ جنبك اهو، شد سكينة عامل حاجة. مصمم يحارب أو يدخل فايت بمنتهى البسالة ومنتهى الشجاعة. يا جماعة الكلام ده مش هينفع مع بلطجية. حرفيا كان في راجل كده معرفش، هو شكله غريب، اللي هو في اسيويين كده يا جماعه تحسهم مخلطين، مش عارفه يعني هما ايه بالظبط، ولكن اللي هو بيبقى شعرهم سبايكي كده ولا معرفش، مش عارفه بجد الشخص ده كان اسمه ايه. المهم انه بيمسك ووجين ما بيسيبش فيه حته سليمه، بيطعنه 50 طعنه. الواد حرفيا بيبقى سايح في دمه في الحلقه السادسه دي لما جونو بيروح له. التيشيرت الابيض اللي كان لابسه ده بيبقى احمر من الدم، وده برضو اختيار لذيذ جدا من المخرج انه يلبسوه ابيض عشان لما يتملى دم يبان الوحشية والعنف اللي تعرض له. بجد كان فظيع. مشهد بقى موت مستر تشوي وجع قلبي بجد، يعني راجل عجوز، يعني انتوا بتعملوا فيه كده ليه؟ يعني هي ديتها بس السكينة وخلاص وانتهى الموضوع، بس ازاي بيوم ده يا جماعة وحش بطريقة مش طبيعية. ايه ده؟ مسك الراجل حرفيا كسر ظهره على ركبته. انتوا متخيلين المشهد ده؟ اوف ليه كده ليه اخترتوا الاختيار ده بجد؟ يعني هو راجل ما اصلا ما فيهوش زق، انت لو مسكته بس بايدك هتفعصه، ليه عملت فيه كده؟ اللي هو ايه اللي ما خلصتوش زمان تعالى بقى خلصه دلوقتي. بجد قسم الراجل نصين بجد حرفيا، يعني literally. وبيدخل مليون جيل وبيخلص عليه بقى، يعني بيدوله سكينة، واحد سكينة في رقبته، يقول له ايه، انا مش هعذبك، يعني انا هقتلك موتة ما تحسش بحاجة يا راجل. والله هو كده ما حسش بحاجة. بجد كان مشهد صعب جدا جدا. والحلقة الستة كانت دموية مرعبة، ولكن زي ما قلت لكم هي يعني حلقة كانت إبك، حلقة رائعة بامتياز، يعني بصراحة مش هقدر أنكر. بتخلص الحلقة على مشهد خطير بقى لما جونو بياخد ووجين المستشفى، بيبقى فيه لسه نفس ويبقى خايف جدا عليه ومرعوب عليه وعايزه يعيش، وبيتبرع له بالدم. مشهد تبرعه بالدم، انا كنت يا جماعه المشهد ده بشوفه كتير جدا بشكل كده راندوملي على السوشيال ميديا، سواء ريلز ولا يعني فيسبوك او حاجه، وبقى مش فاهمة هو ايه الموضوع، والناس بقى بتعلق قوي يعني على علاقة الأخوة اللي بينهم. فهمت يا جماعة، لقد فهمتكم. لما شفت المشهد بجد تأثرت جدا، لما بيقول الممرضة خدي مني كمان كيس دم، يعني أنا مش هيحصل لي حاجة لو مش هموت، يعني لو خدتي مني كمان كيس دم ده مش هيموتني، أهم حاجة أنقذ وجين ويعيش. يا جماعة بجد، ولما عيط كده وانهار، المشهد رهيب. وبتخلص الحلقة على انه فعلا بيقدر يعني ينقذه وبيعيش، ولكن هيونجو بتختفي وبتقرر تنسحب من الحياة خالص لما جدها طبعا بيموت وما بتقدرش تكمل. طبعا ده اللي في المسلسل، انما احنا عارفين اللي حصل في الحقيقة ان كيم سايرون اتكنسلت في نص الشو وما كملتش بقية المسلسل. اعتقد ان كان ليها لاين وكان ليها خط لسه، لانه حرفيا اتقصت من المسلسل بسبب المشكلة بتاعتها لما موضوع انها هي كانت سايقة وهي سكرانة ده. مش عايزة تتطرق للقصة بتاعتها دلوقتي، ولكن يعني بجد يا كوريا بجد يعني ارحموا الناس. يعني البنت ماتت وجالها يعني اكتئاب وانتحرت حرفيا. يعني اتمنى ان الكوريين يغيروا طريقتهم في التعامل مع الفنانين ومع البشر عموما، يعني بجد صعبين. بتخلص الحلقة السادسة وانا بصراحة باخد بريك، يعني انا بعد الحلقة السادسة محتاجة اقعد مع نفسي شوية محتاجة اخد نفسي شوية. بجد كانت حلقة رائعة بكل المقاييس. نخش الحلقة السابعة بعد كده وبداية جديدة، يعني فريش ستارت بقى. انا بس عتابي على المخرجين والكتاب الكوريين، ما تكتبوا يا جماعة، اكتبوا بعد سنة، بعد 6 شهور، بعد 3 شهور، يعني عرفوني الخط الزمني احنا فين. انا دي الغلطة دي متكررة جدا. دايما الحلقة اللي قبل الأخيرة في قفزة زمنية احنا مش عارفين هي قد ايه، شهر 2 3 سنة، قد ايه يا جماعة؟ احنا الحتة دي عدى قد ايه من الوقت ما نعرفش. بنشوف جونو ووجين
في كامل لياقتهم البدنية، في منظر يعني شفناهوش من أول المسلسل، عضلات، أبس، أوباس كالوبا، العيال طلع يعني طالعين من الفاترينا حرفيا. ايه اللي حصل يا جماعة؟ يعني ازاي التحول ده؟ ازاي يعني بقوا كده؟ محدش قال حاجة. كل اللي عرفناه ان هما بقالهم فترة بيستعدوا وبيتدربوا وبيقووا نفسهم عضليا وبدنيا وذهنيا عشان يرجعوا ليه بقى الانتقام. الحلقة الثامنة والسابعة المفروض انه دي بقى رحلة الانتقام، احنا هننتقم للناس اللي ماتت وناخد حقنا بقى من عصابة سمايل كابيتال وميونجل. فبيرجعوا سول وبيبدأوا بقى يحطوا الخطة، هنعمل ايه، هنروح لمين. بصراحة في الأول كان عندهم خطة ساذجة جدا ان هم يجمعوا الناس اللي مضرورين من ميونجل ويعني يشكلوا زي عصابة مضادة أو فريق مضاد لعصابة ميونجل، ولكن طبعا محدش بيجرؤ انه يقف قدام ميونجل. فبيعملوا ايه بقى يا جماعة؟ بصوا يا جماعة، الخطة اللي هم رسموها حلوة وكل حاجة، ان هم يتعاونوا مع ابن عائلة تشيبول دي اللي هو عائلة إيل، ويساعدهم ويوقعوا ميونجل ويخترقوا تليفونه عشان يولعوا في الخزنة. حلوة بصراحة يعني، بس ما كانتش مضمونة يعني زي ما شفنا في المسلسل. طب ما هو ممكن يكون عنده تليفون تاني، وما جاتش على خاطركم انه ممكن ما يستخدمش التليفون ده اللي هو فيه الملف اللي انتوا عايزينه، اللي عايزين يخلصوا منه بتاع الفضيحة ده. حاسة الحظ لعب معاهم هنا، او ما كانتش خطة دقيقة، فاهمين قصدي؟ يعني كانت خطة فيها شوائب، هي مشيت معاهم كده بالحب او مشيت معاهم ببركة دعاء الوالدين زي ما بنقول. بس اجمالا كانت خطة كويسة انهم يخلصوا من الهارد ديسك ده. بس الفكرة ما يمكن عنده نسخ تانية برضو، ما جاتش بالكم ان هو حتى لو على تليفونه وانتم مسحتوها، طب ما في ممكن يكون حاططها في حتة تانية، وخصوصا ان في خزنة هم ما يعرفوش مكانها، اللي هي الخزنة اللي فيها الذهب والفلوس دي، ما يمكن يكون في الخزنة ديت كمان نسخة. فكنت حاسة ان هي خطة حلوة ولكن فيها شيء من السذاجة، بس كتنفيذ على الشاشة كانت حلوة الصراحة. والمفاجأة بتاعة ميونجين لما دخل شقته كان بقى سعيد قوي ان هو مضى العقد والكلام ده كله، وشم ريحة الشياط حرفيا. الخزنة ولعت، وصدمته لما شاف الخزنة كانت لا تقدر بثمن الصراحة. مع ان انا كنت عايزة انتقام احسن من كده بصراحة. انا كنت مستنية الحلقة السابعة والثامنة دي ميونجيل ده يتهان، يتمرمط بكرامته الارض، يتمسح بيه بلاطك يا كوريا بصراحة. بس يعني هاجيلكوا في النهاية دلوقتي مرضية تمام، ولكن أنا كنت عايزة أكتر. ولكن هم كانوا قصدين، أعتقد أن هم قصدين عشان الجزء التاني، يعني عشان عايزينه يكمل في الجزء التاني. المهم الحلقة السابعة كانت لطيفة، كان ماشي الخطة كانت حلوة، ولكن تنتهي برضو انتهاء فاشل جدا لما ميونجيل أصلا عنده عين أو جاسوس جوه الشرطة، وبيعرف اللي بيحصل كله، وبيعرف إن هما اللي ورا القصة دي، وبيقتل بالفعل 2 اللي هم ساعدوهم، البنت اللي هي سرقت الموبايل والولد اللي كان معاه، قتلوهم صفوهم حرفيا. حاجة مرعبة بجد، حاجة مرعبة. اللي هو انتوا هتموتوهم ليه؟ يعني الموضوع مش مستاهل. بس برضو نرجع لحتة انه ميونجيل شخص دموي، شخص ما عندوش حلول وسط، اقتل دبح انهي على طول. حتى الشورت ده اللي هو قريب ابن عائلة تشيبل اللي هو صاحب شركة إيل ده، كان فعلا هيموت وسموه بالفعل. وراجل لولا ان هو يعني ادرك ان هو بيتسم وانقذ نفسه لما اخد الملح ده ورجع، كان هيروح فيها. كون ان هو عاش، هو ده اللي وقع ميونجيل. يعني هو مجرد ما قام من السم ده بسرعة بعت الداتا اللي معاه للشرطة، والشرطة بدأت تتحرك وبسرعة قبضت على كل الناس المشتركة يعني معاه في جرايمه، من أول مراته ولا معرفش عشيقته دي لحد كل الأذرع بتاعته. كان يعني تحركه كان سريع بزيادة الصراحة، ومتأخر شوية يعني، ما كان من بدري يا جماعة، انتوا كنتوا مستنيين ايه؟ فهنا زي ما بقول لكم المسلسل رتمه سريع، بوم بوم بوم، هنا بيتحرك الجانب ده، بيتحرك والجانب ده بيتحرك، فالأحداث سريعة جدا. كمان بيخطفوا الراجل ده اللي هو مستر او مو مش عارفة، وأول محاولة ان هما ياخدوه بتفشل، تاني محاولة ما بيقولوش بقى للشرطة وبيروحوا بنفسهم.
في حاجة هنا، البنت اللي هي مستر أودا يبقى جدها، أنا حسيت إن هما كانوا عايزين يستبدلوا كيم سيرون، يعني عايزين يجيبوا شخصية بديلة ليها، ولكن صراحة ما كانتش بايخة بس مقحمة. أنا حسيت إن هي مقحمة، يعني مين دي؟ ظهرت إمتى؟ إيه حكايتها؟ الجرأة دي عندها منين؟ كنت حاسة إنها مجرد طالبة عادية، يعني إنها تخش تحارب في وسط عصابة بالحجم ده وبالدموية ده حاجة مش منطقية، مش منطقية. ما تمهد لهاش، ما لهاش فرشة، مقحمة الصراحة. ولكن يمكن كانوا بيحاولوا بقى يعوضوا غياب كيم سايرون أو يعملوا فريق تاني. كانوا عايزين بسرعة يبدأوا يعملوا يعني حاجة كده، مش عارفة الصراحة. كانت بالنسبة لي كانت ثغرة، ما كانتش مزعجة، ولكن كان باين قوي إنها مقحمة. يعني بتروح معاهم أول مرة لما بيحاولوا ينقذوا جدها وبيفشلوا. المحاولة دي لما بيتخانقوا مع العصابة تاني والبلطجية العصابة تاني، وعلى رأسهم طبعا بيوم الدبابة ده. فينا يا جماعة بيف بقى، عندنا جونو وبيوم في بينهم بيف ما بينتهيش، يعني كل مرة بيتقابلوا الخناقة بتاعتهم دي ما بتخلص. المرة دي بقى جونو بيخلص على بيوم وبيوقعه تاني، وبيقرر المرة دي يخطفه، ما بيسيبوش عشان يقرروه أو يخلوه يعترف على مكان الخزنة، عشان هم عايزين يرجعوا فلوس مستر تشوي اللي هو سرقها ميون جل. ولكن بيفشلوا برضو أو يعني بيون ده إنسان معتل مريض، بيقرر إن هو يقطع لسانه أو ياكل لسانه، حاجة منتهى البشاعة، منتهى القرف. إيه ده؟ بس جونو ما بيهونش عليه برضو، وبيقرر يوديه المستشفى يعني، او يسيبه ويخلي الاسعاف تاخده، عشان هو جواه انسان طيب، يعني مش عايز يبقى زيهم، مش عايز يبقى مجرم. في بقى بيف تاني بين وو جين والراجل ده اللي طعنه 50 طعنة في بيت مستر تشوي. بنشوف في المول ده او في الفايت ده بتاع المول ازاي بيتخلص منه، وازاي بيخش معاه في فايت وبيقول له يعني انت من غير السكينة بتاعتك ما تقدرش تغلبني. بيستفزه انه ما يستخدمش السكينة، وبالفعل بيتغلب عليه يعني، وبيوقعه على الارض وهكذا. بحب انا الحتة دي، بحب لما يبقى في بيف بين اتنين من جانب الخير والشر، ويبقى بيتكرر، يعني يبقى في اول مسلسل وفي نص المسلسل وعلى اخر المسلسل نخلص بقى البيف ده. يعني الحتة دي بيكرروها كتير جدا الكوريين، وبتعجبني الصراحة، وببقى مستنياها، ببقى عارفة انه انت علمت عليا في الاول، بس لازم في اخر المسلسل انا اعلم عليك واخد حقي. يعني مشاهد انتقام دي بتعجبني الصراحة. طيب يعني دي كانت الحلقة 7. في اخرها بينقذوا جد البنت دي اللي هو مستر او ولا مو، اللي انا مش عارفه ليه ما كتبتش اسمه، يعني ما هو شخصيه مهمه اهو. المهم كل العصابه او كل الاذرع بتاعت ميون جيل بتقع، وهو نفسه بيتصاب. البنت دي تضربه في سهم في كتفه، بيتصاب، وبيقرر ان هو يهرب على فيتنام او ينفذ خطه الهرب اللي هو كان راسمها اصلا من الاول. خطة الهرب دي احنا ما كناش عارفينها، او ابطالنا ما كانوش يعرفوها. بيستعينوا بالولد ده اللي هو كانوا خاطفينه قبل كده لما كان مستر تشوي عايش. المهم بيوصلوا له بطريقه ذكيه الصراحه، بيوصلوا للحساب البنكي بتاعه وبيبعتوا له فلوس، وبيستفزوه ان هو يكلمهم. ولما بيكلمهم بيطلب منهم فلوس زياده، وطبعا هياخدوها منين؟ اكيد من وريث عائلة إيل. بياخدوا منه الفلوس وبيدفعوها له، وبيعرفوا المعلومة المهمة جدا اللي هي بتاعت هيسافر على أنهي باخرة، ورقم كمان الكونتينر اللي فيه الفلوس وفيه الذهب وفيه كل الكلام ده. وبتيجي المواجهة الأخيرة أو الفايت سين الأخير في السفينة دي. بيكون عندنا ميونجل وبيوم، ودول يعني أخطر 2، وأكتر 2 لسه باقيين. طبعا الواد الهفا أبو نضارة ده عادي، يعني ده بمسدس إلكتريك راح فيها. مشهد الفايت بتاع ميونجل وجونو كان حلو جدا، كان فيه قدر عالي من الذكاء، وكمان اختيار الموقع نفسه اللي هو بقى فوق الكونتينرز دي كده كان حلو قوي، واتنفس حلو قوي. وبنشوف هنا انه جونو لأول مرة بيستخدم أداة غير ايده، لما لبس جلافز فيها سكاكين كده. أخدتوا بالكم يا جماعة؟ لأول مرة بيتخلى عن مبادئ الملاكمة أو مبادئه هو الشخصية كملاكم، وبيستخدم أداة حادة في الفايت. ولكن هيعمل ايه يعني؟ واحد مجرم زي ده كان لازم على نفس المستوى من الإجرام أو من الأدوات على الأقل اللي بيستخدمها.
بدأوا شوية المايند سيت بتاعهم يتغير، فاهمين قصدي؟ وده بيزعلهم. عارفين في آخر مشهد بعد ما ميون بيقبضوا عليه يعني أو بيمسكوه بيوقعوه، وكمان بيوم ده المشهد برضو على فكرة بالمناسبة، المشهد بتاع ووجين وبيوم، مشهد الفايت بتاعهم كان حلو جدا. اختيار اللوكيشن غريب ولكن حلو، يعني انا مش عارفه الاعمده ديت بتعمل ايه في سفينه، معرفش بصراحه ايه يعني ممكن تكون ايه، ولكن كان حلو قوي 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 قوي، خصوصا ان هو شخص بنيته جسديه ضخمه جدا في مكان ضيق زي ده ومش سريع زي ووجين. فدي كانت نقطه لووجين، وقدر ان هو كمان يخليه يتوه او يبقى مش قادر يتحرك بشكل طبيعي في المكان الضيق ده. فكانت حركه ذكيه، وانا بيعجبني بقى الحاجات دي، يعني لما استغلال نقاط القوة ونقاط الضعف، استغل نقاط الضعف عند الخصم بتاعي واستغل نقاط قوتي كسرعة مثلا في مكان ضيق زي ده ان انا اخد بوينت او اكسب فايت. نرجع لمرجوعنا، لما بقول لكم لما ميونجل وقع على الارض وكتفوه او ربطوه، بيقعد جونو في لحظة صمت وادراك انه بقى بلاد هاوند او بقى متصيد. هو دلوقتي مش ملاكم. لما بص على ايديه والجلافز بتاعه في دم ميونجل، لحظة ادراك انه ايه اللي حصل، يعني انا ازاي وصلت لهنا. وبيدخل ووجين في مشهد جميل جدا وبيطمن صاحبه وبيقول له ما تقلقش، احنا هنرجع لطريقنا وهنرجع لطريق الملاكمة تاني سوا، يعني كل اللي حصل ده هنرميه ورا ظهرنا ونرجع لشغفنا والحلم بتاعنا من جديد. كان مشهد حلو قوي ومشهد ختامي جميل. يعني خلاص كل حاجة بترجع لمكانها والفلوس بياخدوها وقرروا يعملوا بيها المستشفى دي أو مكان يساعد المرضى المحتاجين أو الفقراء اللي هم محتاجين فعلا فلوس. بيخلص المسلسل وبيسيب جوايا إحساس جميل جدا الصراحة، وإحساس حماس وتشوق مليون للجزء التاني. بصراحة عايزة أشوف الاتنين دول تاني مع بعض، لي سانجي وودوهان، ثنائي رائع 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 مع بعض يا جماعة. حبيتهم جدا، أنا أصلا كده كده بحبهم يعني بشكل منفرد في مسلسلاتهم المنفردة، ولكن الاتنين دول مع بعض عاملين ثنائي وكيمياء بينهم رهيبة مش طبيعية، عاملين مع بعض يعني دويتو من أروع ما يكون، برومانس خطيرة 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 بجد ولا غلطة، مش ممكن، حلاوتهم مش طبيعية بصراحة. ده كان المسلسل وده كان إحساسي وتعليقي على كل حاجة حصلت في المسلسل. عايزة أشيد أو يعني أدي كريدت لتصميم مشاهد الأكشن، بجد كانت كلها رائعة متنوعة. شفنا أكشن في الشارع، أكشن في محطة المترو، أكشن في مول، أكشن حتى في المكان ده اللي هو مزرعة السمك، شفنا أكشن في السفينة عند الكونتينرز، فوق الكونتينرز، والمكان ده اللي فيه الأعمدة الغريبة دي، وفي أماكن ضيقة وأماكن واسعة، أماكن ضلمة، أماكن بالنهار وبالليل. يعني كان في تنوع رهيب في تصميم مشاهد الأكشن وكلها كانت مؤثرة وكانت حلوة، سواء كانت فيها مجموعة كبيرة من الناس أو مشاهد الأكشن اللي هي 1 to 1. عجبني انه في تنوع، مفيش ملل، المشاهد ما تعتبرش مكررة، الادوات مختلفة، غيروا كتير في جانب الشر، يعني شفنا اكتر من شخص شرير يعني بيفايت، مش بس اعتمدوا على بيوم وميونجل. شفنا الشخص ده اللي هو طعن ووجين 50,000 طعنة، شفنا شخص تاني كان في مزرعة السمك كان شكله برضو غير مألوف. يعني كان في تنوع كتير ومتعدد في سواء في تصميم مشاهد الأكشن أو حتى في الأشخاص والممثلين اللي بيأدوا الأدوار. غير كده الموسيقى يا جماعة بتاعت أو الأوريجينال ساوند تراك بتاعت المسلسل حماسية موترة خطيرة لايقة جدا بجد، فظيعة، يعني من أروع ما يكون، بتحطنا في المود أكتر، سواء كان في مشاهد ترقب أو مشاهد أكشن أو مشاهد مؤثرة. الموسيقى لها عامل كبير جدا ومعلمة، يعني معلمة في دماغي، مربوطة بالمشاهد، ودي حاجة أنا بحبها وبحترمها جدا لما يبقى العمل متكامل، العناصر كلها بتخدم على بعض. يعني المزيكا في الحتة الفلانية زود من الإحساس المشاهد بالأكشن أو whatever المخرج عايز يقول إيه.
كمان التصوير والإخراج كان رهيب. أنا عايزة أقول إن الكاميرامان في بعض مشاهد الأكشن كان يعتبر هو ممثل له دور كبير. يعني مشاهد الأكشن فيها حركة كتير، فيها حركات سريعة كتير، في تنقل كتير بين الكاميرات، وده برضو يرجع للمونتاج. المونتاج كان سلس وسموث، ومش حسيتش بأي خلل أو أي ايرور أو إن أنا اتقطعت أو اتفصلت فجأة. كان حلو قوي. عناصر التصوير والمونتاج والإخراج كانت خطيرة بجد. بحب الحاجات دي، بحب إنه يبقى العمل متعوب عليه ومتكامل من النواحي الفنية، غير كمان القصة، غير الحدوتة. بيضيف على المسلسل الإخراج بتاعه يبقى حلو، بيخلي التجربة كلها تعلم مع الواحد. فاهمين قصدي؟ ده كان المسلسل وده كان الحدوتة بتاعتنا النهاردة. حبيت أشاركها معاكم وأتكلم يعني عن الحاجات اللي عجبتني باستفاضة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، أتمنى تشوفوا المسلسل وتشاركوني آرائكم وتعليقاتكم في الكومنتس، سواء هنا على يوتيوب أو في أي حتة أنتوا عايزينها. ما تنسوش كمان تتابعوا ستوريز انستجرام. وانا بتفرج على المسلسل ده كنت بسجل ردود افعالي على الحلقات حلقة بحلقة في ستوريز انستجرام. اوعوا تفوتكم يا جماعة، اللي بيطلع في الستوريز ده بيبقى بيور، يعني احساسي من المسلسل بدون اي فلاتر، بدون اي تنميق للكلام او للمشاعر. بتطلع يعني في ساعتها بعد ما بشوف الحلقة بثواني، فبتبقى حلوة جدا. فاوعوا تفوتكم وتابعوا صفحة الانستجرام بشكل عام، هتلاقوا عليها حاجات كتير بشيرها لذيذة، وياريت تشاركوني. ومستنية جدا الفيدباك زي ما بقول في كل حلقة. الفيدباك هيفرق جدا جدا معايا، فما تبخلوش عليا بالفيدباك بتاعكم. واشوفكم مش عارفة الاسبوع الجاي ولا اللي بعده ولا اللي بعده، يعني صراحة مش متأكدة ان انا هاخد بريك او لا، ولكن اشوفكم الحلقة الجاية ايا كانت امتى في حدوتة جديدة وقصة جديدة. وسلام. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بوقتكم واتبسطتوا معايا. شكرا من قلبي لكل حد بيسيب لايك او كومنت، دعمكم بيفرق جدا. وما تنسوش تتابعوا زكيتوك على كل منصات البودكاست، ابل بودكاست وسبوتيفاي، وكمان على انستجرام ويوتيوب عشان توصلكم الحلقات الجديدة اول باول. ولو الحلقة عجبتكم شاركوها مع اصحابكم اللي بيحبوا الكي دراما. اشوفكم على خير الحلقة الجاية، وباي باي.